السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ عندي ليكم اخبار دلوقتي قويه جدا جدا جدا. ايه ده؟ ايه اليافطه اللي ورايا دي؟ طيب ادخلوا بقى كده وتعالوا واعمل شير لللايف ده علشان كلام مهم قوي. وانتوا عارفين ان انا ازمات الحاجزين تدخلت فيها بقوه، وكمان اتكلمت عنها اعلاميا كذا مره. الصراحه هاجمت كل الشركات اللي تنصلت من حاجزيه، سواء لظروف قهريه او مش قهريه، ماليش دعوه. انا يهمني عميلك ويهمني الراجل المستهلك اللي كان عايز يتملك عربيه. وانتوا عارفين ان انا كنت في صف الناس جدا جدا، ودارت مناقشات ودارت مداولات، ومنها كمان مع السيد رئيس جهاز حمايه المستهلك من يومين لما اعلنت عن المكالمه اللي كانت بيني وبينه، ومداولات مع الشركات كمان. يعني بصراحه الشركات اللي كانت علاقتي ببعض الناس فيها او بالناس اللي شغالين فيها علاقه محترمه، كنت دائما وابدا انقل لهم الازمه. ولما كان حد يكلمني يقول لي انت مش مقدر الظروف وانت مش كنت دائما وابدا اقول لهم الظروف لا تقدير لها الا مع الناس، ادوا الناس حقوق. طيب وصلني دلوقتي تليفون وخبر مهم جدا جدا، اعمل شير لان اللايف ده مهم قوي وعشان الناس يوصل لها حاجه مهمه. ازمه حاجزي كيا اكس. الشركه قالت ان العربيات في المواني وان العربيات مش متاحه، يعني تمام، وان العربيات المشكله بتاعه الاستيراد هي اللي منعت التسليمات. طيب جهاز حمايه المستهلك كان قد اصدر قرار ب ان 18% تعود الاموال ب 18%، ودافعي كامل المبلغ يستلموا عربياتهم. طيب لو تعذر تسليم العربيات، من المفترض ايه؟ احنا كنا بنقول ان ال 18% دي مجحفه جدا، مش منطقيه الصراحه. يعني 18% على وقتها كانت منطقيه، لكن دلوقتي بعد تحرير سعر الصرف واحد دفع 400,000 جنيه من شهور، من 6 أو 7 أو 8 شهور، يعمل بيهم ايه؟ وصلني دلوقتي خبر ممتاز من شركه كيا، وبعد مداولات كبيره الفتره اللي فاتت وبعد نقاشات، وربنا عالم والله الواحد عمل كل ما يستطيع ان يفعل، يعني ان من دفع 410,000 جنيه ستعود امواله ب 50%. يعني هيقبض 615,000 جنيه، هيترد له فرق قيمه العمله، هيترد له 50% فايده على فلوسه. بصراحه هذا حل منطقي وهذا حل محترم. واللي دفع 400,000 جنيه والشركه متعثره في انها تجيب له عربيته هيسترد 615,000 جنيه. حضرتك دلوقتي احد حاجزي كيا المتضررين، تقدر تتوجه لشركه كيا وتسترد 615,000 جنيه طالما العربيات متعذر دخولها. انا شايف ان ده حل الصراحه جيد ومنطقي، ويعني بصراحه كويس ان حضرتك تاخد مبلغ يعادل تحرير سعر الصرف او يعادل العمله. هذا رقم عادل الصراحه. يعني ده اللي قدرنا يعني نستطيع ان احنا نصل ليه، وشايف ان ده منطقي الحقيقه. ولو الناس متعذبه في انها تدخل عربيات او في ظرف قوه قهره، الان معروض على حضرتك انك انت تاخد فلوسك بفارق العمله. اعتقد ان هذا منطقي، واعتقد ان ليس في الامكان حاجه اكتر من كده يعني. واعتقد ده مطلب عادل ومطلب منطقي. بس يعني شكرا، سلام عليكم.